عشان يحصل عندنا توأمية أو يكون عندنا توأمية عالية في القطيع، لازم أبدأ إن أنا أعمل إيه؟ أول حاجة هختار سلالة نسبة التوأمية فيها عالية، أبدأ أوفر الرعاية والتغذية المناسبة للنعاج والكباش، أبدأ أعمل دفع غذائي قبل موسم التلقيح، كمان أبدأ أنظم عملية التلقيح وأهتم بصحة القطيع بتاعي من حيث التحصينات الدورية ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وأبدأ إن أنا أعمل عملية تنظيم لعملية التلقيح عندي. وممكن كمان إن أنا أعمل تلقيح مستحث أو أعمل تزامن شبقي بالنسبة للإناث، وده طبعا باستخدام الهرمونات، إن أنا بدخلها في بروتوكول هرموني معين عشان الإناث ديتي تشيع في وقت واحد ويتم تلقيحها في وقت واحد، فبالتالي برتب الولادات بتاعتي تبقى في عدد من الولادات كبير في وقت واحد، وبالتالي يبقى عندي حملان هتتسوق في نفس الوقت او هتتفطم في نفس الوقت وهتتغذى في نفس الوقت، ولو انا هبيعها او اسمنها تبقى منتظمه، يبقى عندي اعداد ثابته واعداد محدده اقدر اتعامل معاها، غير النظام العشوائي ان يتم تلقيح 2 3 واحده على فترات مختلفه، فبالتالي بتلاقي عندك ولادات متفاوته، كل يوم عندك ولاده 2، وتيجي تسوق الحيوانات تلاقي عندك كبير وصغير، فما بتعرفش ان انت تحدد السعر او تتحكم في عمليه البيع بتاعتك.